السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الإخبارية. قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة للمسجد الحرام بمكة المكرمة، ولدى وصوله ساحة المسجد الحرام يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كان في استقبال الملك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبد الرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم. ثم توجه خادم الحرمين الشريفين إلى داخل الكعبة المشرفة وصلى ركعتي السنة وتشرف بغسل جدار الكعبة المشرفة. وبعد ذلك تفقد الملك المرحلة الثالثة لمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، حيث كان في استقبال الملك وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومساعد وزير المالية الأستاذ محمد بن حمود المزيد ومديرو المشروع. ثم اطلع خادم الحرمين الشريفين على مخططات ولوحات توضيحية تبين مراحل تنفيذ مشروع توسعة الحرم المكي وما تم إنجازه حتى الآن والعناصر المرتبطة به، واستمع إلى شرح واف من معالي وزير المالية ومساعده وما سيحققه من زيادة استيعابية للطائفين والحجاج والمعتمرين والزوار والتسهيلات والخدمات التي ستتاح لهم بعد الانتهاء منه بإذن الله، حيث تقدر مساحة البناء الإجمالية للحرم والساحات والجسور ومبنى الخدمات بحوالي 1,260 متر مربع، الأمر الذي سيضيف عددا إجماليا للمصلين بحوالي 1,700,000 مصل، وتزيد طاقة المطاف الاستيعابية إلى 107,000 طائف في الساعة. بعد ذلك تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مشروع توسعة الحرم المكي ومهندسو الشركة المنفذة. ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مسجد بيت الله الحرام مودعا بالحفاوة والترحيب.